اولا التقرير المالي. ميزانية السنة الماضية رصدنا بعض التجاوزات، والشؤون المالية وجدت ان التكلفة مبالغ فيها. طبعا انت تتكلم عن اجمالي المشروع. نعم. طيب والتقرير الفني؟ خلاصة التقرير الفني ان الشركة الاجنبية شغلهم كان جيد، لكن الاعتماد عليهم كان مبالغ فيه. يعني كان ممكن نكلف شركة محلية. كيف يعني؟ يعني هالسنة بنوفر المال والوقت. بس طال عمرك نحن بعدنا طايحين في نفس المشكلة. أي مشكلة؟ نحن متأخرين في اتخاذ القرار، ومجلس الإدارة مستعجلين، والشركات اللي تقدمت في اللحظة الأخيرة ملفها كله عند السكرتير. يوسف، هات الملف الكامل للمناقصة. إن شاء الله. إن شاء الله ثواني بيكون الملف عندك. إن شاء الله. ألو. لا عندي اجتماع بتصل عنه شوي. نعم. مع السلامة. تفضل استاذ جمعه، نفس الملف موجود على ايميلات الاخوان. شكرا. يوسف خليك معانا استريح. طال عمرك الاسعار ارتفعت للضعف. نحن السبب، تاخرنا في العرض. ايه بس وايد، هذيل يبغون يستغلون ظروفنا ويستفيدون. زين والحل؟ الحل عندي، بس لا تتفاجئون. تفضل قول. عندنا شخص ممكن يسوي كل اللي تسويه الشركة الأجنبية. منو؟ موظف موجود عندنا في الشركة. موظف عندنا موجود في الشركة؟ في قسم؟ في الأرشيف. الحين موظف في الأرشيف، تبغون تمسكونه مخطط المشروع؟ هذا تخصصه. انتوا نسيتوا مؤهل العلمي؟ حتى وقتها انت ضحكت على مسمى الشهادة ووظفناه في الأرشيف. ايه تذكرته. اسمي كأنك انت كيف خطر على بالك هذا؟ موظف عندنا هذا صار له سنين. بالمصادفة طال عمرك. شو رايكم فيه؟ بس في هاي مغامرة ومسؤولية. بعد اذنك استاذ جمعه، انا اشوف ان ترشيحه بيحسب لصالحكم. كيف يعني؟ وضح اكثر. يعني كفاءة وطنية. اذا نجح بيحسب لصالحكم، واذا فشل بتقولون ترى اعطيناه فرصة. ونحن ما عندنا وقت. خلاص اطلبوا باكر، ومجلس الإدارة خلوا علي. هلا ومرحبا، حيا الله البطل. هلا بالخبير والله. هلا بالخطير. يا جماعة لا تحرجون وتبالغون، شوي علي. أبدا يا أستاذ، بالعكس هذا أقل من شانك. تصدق يا أستاذ جمال، أنت نموذج يحتذى به. أنت سلمك الله مثال للإبداع. هذا واجب يا أستاذ خالد، أنا وخبرتي تحت أمركم. خلاص عيال، ما يحتاج نتكلم بالتفاصيل. الفايل قدامك، أخذه وباشر مهامك. من اليوم إن شاء الله، لا من الحين. يا سلام، شوفوا الحماس، شوفوا الخبرة والسرعة ما شاء الله عليه. عن إذنكم. تفضل يا بطل. أستاذ جمال لا تنسى الملف الله يخليك. اسمحوا لي يا جماعة، نسيت من الفرحة. باركوله ألف مبروك. الله يبارك فيش، الله يبارك فيش. تدري عادي يا الغالي، أول مرة تجيب لي خبر حلو من الدوام. هي الحمد لله رب العالمين، هذا تكليف مو بتشريف. الحمد لله، أنت ترى قدها وقدود. بس أقول لك تدرين، يعني الشغل يتطلب يعني سهر تعب، تدرين. هي إذا بتسهر عشان الشغل
أنا ما عندي مشكلة، لكن إذا شيء ثاني سامحني عاد ولد عمي، ترى كله متبيت عند الباب. لا ان شاء الله مبات البيت ان شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ومتى بتباشرون إن شاء الله؟ ان شاء الله مباشر اذا الله راد. ها هنا. الله يوفقك يا ربي دنيا وآخرة. الله يسمع منك، بارك له. وبارك له بارك له بارك له. مبروك، تستاهل الترقية. مو بترقية، عيل مبروك النقل. ما نقلوني، بس ان شاء الله قريب النقل. عويش شال اغراضك كذا وكراتينك وحالتك حال، وين تبى؟ المكتب المؤقت لين ينتهي المشروع اللي كلفوني فيه. دام كلفوك عيل اكيد بينقلونك. لو ما اعتذرت الشركة كم ما كلفوني. يعني تكليف اضطراري. اضطراري، اجباري، طواري، المهم انه اخذت فرصتي. عن اذنك. زين بي وياك. تفضل 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 تفضل. هذا مكتب المشاريع طاح. شوف كل شيء موجود وكل شيء متوفر. شو تبغى بعد؟ ما شاء الله كل شيء متوفر. بيني وبينك لو مو باحتياجات الشركة الأجنبية كان ما يابوا هاي الأجهزة. يلا في الاخير نحل مستفيدين. إن شاء الله تستفيد ويعطونك مثلهم. الله يسمع منك. والنعم بالله. بس أقول لك أنت ما وقعت العقد. اي عقد؟ عقد المشروع، مكافاتك. أنت تدري الشركة اللي كانت تسوي مخطط هذا المشروع كم كانت تاخذ؟ لا شو دراني، ترى انا وانت في الارشيف. 5 ملايين. 5 ملايين؟ يا ريال السولف. ايش كلها سولف؟ طبعا 5 ملايين، لان هذيلاكي يستعرضون ويبالغون وواو وبريفكت براكفكت وبريفكت وما ادري شو وكل من هذا، ونحن ما نعرف هالسوالف. بارك الله فيك. زين اخو انت سوي لي خدمه واسال عن موضوع العقد. لا يا عمي، بعدين بيقولون انا بطلت عين هذا الريال وفتشيت حلجه، ما في. والحل؟ الحل ابوي بسيط. الموضوع ترى هذا من حقك، واسأل. مرحبا اخو يوسف. يا هلا ويا مرحبا اخوي جمال، تفضل. اقول اخو يوسف، ما شفت اوراق طاحه من ملف المشروع؟ ما ادري عندك، ما ادري مكان الاجتماعات، ما ادري عند المدير، ما ادري وين صارت عني. لا والله ما شفت شيء، وحتى الفراش لو شاف شيء بيسألني على الأقل. إذا شو شكل الأوراق أو الظرف اللي نسيته، هو ظرف ملف، وإذا كان يخص المشروع زين على الأقل أنا بصور لك الملف مرة ثانية. لا ما يحتاج، الله يسلمك، بس هي اوراق العقد. أوراق العقد؟ أي عقد؟ عقد المشروع. الملف ما كان فيه عقد. أخوي جمال، أنت متأكد أن الملف اللي أخذته كان فيه عقد؟ يعني يتهيأ لي انه عقد المشروع بينهم كذي ورقه صفراء. براي خلي تولي يلا ثم الله. مبروك على التكليف. تستاهل يا جمال، مبروك. وليش ما يعطونك شيء؟ هم قالوا لك؟ سألت يوسف السكرتير وجست نبضه واستغرب من سؤالي عن المكافأة. يمكن ما عنده خبر. الأمور المالية فيها سرية وانت أدرى، لكن ابشر إن شاء الله الخير يعينك. هلا ومرحبا، تفضل حياك. هلا بالبطل، هلا والله بجمال. يوسف يقول لي ان عندك موضوع خاص. هي نعم، بخصوص المشروع. تفضل. أستاذ جمعة، أولا أشكركم على هذه الثقة، وبعدين عندي موضوع ما أدري كيف أوضح لكم. يعني تفضل قول لي في خاطرك. في شيء ما حد كلمني عنه، أقصد موضوع العقد. عقد؟ أي عقد؟ عقد المشروع. أكيد اللي بيشتغل عليه بتكون اللي مكافأة مثل أي واحد بيشتغل على المشروع.
كيف يعني عقد؟ انت موظف عندنا، شو اعطيك غير الراتب؟ بس هذا التكليف غير شغلي وغير وظيفتي. يعني لو جبت شركة أجنبية بتدفعوا لها مبلغ وقدره. الشركة الأجنبية لازم نتعاقد معاهم لأنهم مو موظفين عندنا. لازم نسكنهم ونعطيهم مكافآت لأنهم جايين فترة معينة بيشتغلون وبياخذون مكافأتهم وبيتوكلون على الله. زين عاملوني مثلهم. يعني تبغيني أسكنك بفندق؟ أعطيك مصروف جيب؟ أعطيك مكافأة؟ أنا ما أقصد. إلا تقصد. أنت إنسان ما تستحي على وجهك. الظاهر اللي يلسف الأرشيف خلت مخك مو بصاحي. أنا أبويا جمال، أنت موظف في هاي الشركة صار لك سنين، تستلم راتب، عقب ما تخلص تروح بيتكم تاكل لك لقمة تحط راسك وترقد. هي نعم، تبغى تحط نفسك ويا هالريال هذا المسكين اللي جاينا من آخر الدنيا عشان يسوي شغل وياخذ مكافأته ويسافر يروح. أنت شو تبغى أنت؟ وأنا ما أقول اعطوني مثله، على الأقل اعطوني النص الربع، يعني لو جزء بسيط. أفا والله أفا. هذا رد الجميل للشركة؟ الشركة اللي دخلتك دورات، اللي دخلتك ورش، هذا أنت؟ هذا انتمائك؟ هذا حبك لهذه الشركة؟ حبي في التزامي في الدوام وفي إنجاز شغلي. بس اليوم أنت احتجتوا حق خبرتي. بدل ما تشكرنا على الفرصة اللي أتحنا لك إياها، جاي تطالبني بفلوس على مجهود بسيط بتسويه. أفا يا جمال ما هقيتها منك. اسمع، روح خلص المشروع وعقب ما تخلص بنتناقش إن شاء الله. بس يا أستاذ جمعة أرجوك. كلامك مثل الطعنة في صميم علاقتك بهذه الشركة. هذه الشركة اللي ربتك، هذه الشركة اللي سوت منك بني آدم، هذه الشركة. قم اطلع برا، قم اطلع برا. قلت لك اطلع برا. خيبة صدقني ما يستحي ولا يخيل على وجهه. واكثر بعد، شوي بيطلعوني خاين. الله يسامحهم ان شاء الله. وانت الحين شو ناوي تسوي؟ ما ادري، الله كريم. السلام عليكم. قلنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يا اخوي حاول بارك الله فيك. شو حاول؟ هو اللي جنى على عمره. كلامه يدل على انه عديم الولاء. ما يقصد، ما انتم فهمتوه غلط، هو ما يقصد. شوف يا جاسم، كلنا عيال هالشركة وخيرها علينا ومغطنا، سمعت؟ ولا شو فائدتنا نحن اذا على كل صغيرة وكبيرة بنجلس نشرط ونطلب؟ اسمع، صر قول لي يكمل شغله وهو ساكت احسن. قمت شان على ذلك. طيب يلا تفضل. مبروك، طلعت لك سفرة جديدة. لا تقول. تو الخبر طالع طازة، قلت ابشرك. زين، ما قالوا لك وين؟ دولة عربية. اخي ايش بلاك؟ يا اخوي بدل المهمة اقل، والفندق هناك اكيد 4 نجوم. يا ريال يومين وبتخلص الاجتماع وبترجع. والله يا اخوي بدل المهمة اهم من الاجتماع. تدري زينة مخبرتني عشان اجهز لي عذر المقبول واعتذر. يعني ارشح نفسي حق السفرة؟ هي يحق لك، القانون يسمح لك. اذا شايف ان المردود زين توكل.
انا بصراحه ما توفي وياي. لا تنسى بعد الموظفين درجات. من قدك بينك وبين المدير درجة. عيال قم نتلاحق على سفرات قبل يطيرونها عنك. قم يلا. اقول ترى الريال ما يبين الا وقت المواقف بس. هاي مواقف يا ريال، هذا إذا عنده إحساس ولا ضمير. وصاحبك لا احساس ولا ضمير ولا حتى انتماء. أقول طوف ترى أخاف يجيب لنا شبهة. عفان الله يقولون بعض المرات تجيب الشبهة. صدقت. طوف. استاذ جمعه بغيتك في موضوع. تفضل. استاذ جمعه، عقب اللي صار بينك وبين الاخ جمال، الموظفين كلهم مستائين منه وموجوده في الشركه. من حقهم، لأنه بطران. 1000 موظف غيري يتمنون هالفرصة مو بلاقينها. ادري، بس انا خايف ان رده فعله تكون عكسيه. عكسية؟ كيف يعني؟ ما فهمتها. انت تعرف موظفينا وتفكيرهم، هم في النهايه مو بروفيشنال مثل الشركات الاجنبيه اللي نجيبها كل سنه. يعني باكر اذا زعل وودر الشغل شو بنسوي؟ يوسف لا تخوفني، ما باقي شيء على المشروع. الصراحه انا احذر من الكارثه اللي ممكن تستوي. يعني انا اقول يا استاذ اذا ممكن تروح له وتقول له كلمتين حلوين كذي يطيبون خاطره وينتهي المشروع على خير. قالوا لي زعلان، قلت منو؟ قالوا لي جمال، قلت لا مو معقولة. جمال ولدنا متربي في هالشركة هذه. اي نعم. وبعدين سوالف الزعل والحركات هذه سوالف يهال. جمال ما يدخلها ابدا في سوالف الشغل. تفضل استاذ جمعه. يا الله، استريح. ليش واقف؟ جلس. الا شو اخبار الشغل؟ الحمد لله، ان شاء الله بيكون الانجاز قبل الموعد اللي حددتوه. قلت لهم جمال، قالوا لي لا. قلت لهم قدها، قالوا لي ما يقدر. مشكور على الثقه، وان شاء الله بكون عند حسن الظن. اكيد. بغيت ابشرك يا جمال، انا رمست مجلس الاداره ووافقوا. اخيرا وافقوا؟ اي نعم. وبيعطونك شهاده ودرع. اي نعم. ويلسوا يتشاورون فيما بينهم. الدرع هذا نخليه ذهبي ولا فضي؟ عاد انا كان ارز بوجهي واقول لهم لا، هذا الموضوع خلوه على جمال، هو اللي يختار اللون اللي يبغيه. مشكور استاذ جمعه. عاد يلا شد حيلك ورنا همتك. بعد شو تبغي؟ شهاده وحديد اقصد ودرع. يلا خليك تشوف شغلك. شو بلاك؟ متضايق يا اخوي، احس ان كل واحد يشوفني بطرف عينه، وتراني واسمع سوالف مني انا اكر الجميل واني انا ما في خير للشركه واللي شو اسوي؟ تراك انت مو مزعل اي حد، مزعل مدير الشركه. هي بس يا اخوي انا قلت الحق وما طلبت الا بحقي. يعني الشهاده ما تصدق، وهذه الحديد اللي عقولتك اللي بيعطونك اياها ما مزرت عينك؟ وحق المادي وجهدي
ووقت بيتي وزوجتي. يا ابوي انت بعدك مصدق؟ انت مصدق عمرك انك بطل؟ ابوي انت حل مؤقت، انت حل للطوارئ، اضطراري اجباري. فهمت هاي القصيده؟ بالنسبة لهم حديدة، لكن بالنسبة لنا نحن وسام شرف. يا بنت الحلال حديدة ولا حطبة، المهم اني افتك من السالفة هذه اللي لصقوني فيها. انت رايتك بيضة وما قصرت في شغلك. عاد انا كان وديني احصل لي كم من فلس افرحكم فيها. اللي جاب الحديدة بيجيب هالبيستين بعد. الله يسلمك، لا تجيب لي سالفة الحديدة، احس بضيق، لا احس بنفسي بنشرتي ولا في الصناعية. زين خلنا نسير نرقد الحين، باكر وراك نشه وراك كشخة. هي صدق، بستلم الحديدة. ايه يسعدكم، هاي مو بالخير. ابويا ما خبرتنا عن السفرة، بنسافر بلاد حارة ولا باردة؟ اسألومكم؟ ابويا سألناها وقالت الموضوع عندك. هي قالت كذا؟ هي قالت كذا يا ابوي. زين، ليه الحين ما صرفوا لنا بدل التذاكر؟ يوم بتندي علينا المالية لها كلام ثاني. نشوفكم بخير. ربي يحفظك يا ابوي، درب السلامة. طبعا متأخرين. الحين بدل التذاكر إذا راح علي منو بيعوضني؟ ما تقول لي؟ الأسبوع الجاي باهم عندي، ولا تنسى البونس. يلا مع السلامة. جمال جاهز؟ ان شاء الله. من قدك اليوم بتتصور مع رئيس مجلس الإدارة. استاذ جمعة كل شيء جاهز، الحين بصير حفل اطلاق المشروع ان شاء الله. السيارة جاهزة؟ اي سيارة؟ سيارة الشركة. سيارة الشركة في الوكالة للصيانة. يعني شو تبوني؟ تبوني اطلع بسيارتي اصب فيها بترول بعد وعلى حسابي؟ هي بس معظم الموظفين طالعين بسياراتهم. كيفهم؟ هم حرين يسيرون بسياراتهم وبتاكسي على كيفهم. بس يا استاذ. لا بس ولا غيره، انا مدير الشركة، لازم توفروا لي سيارة تشترونها تأجرونها تطلعونها من تحت الأرض. هذا شيء راجع لكم، ولا ترى ما بحضر إطلاق المشروع. حاضر. صورة جماعية. نعم نعم صورة تساوي يا اخوان، تساوي. انا بذنكم يا اخوان، ثواني. تفضل. مبروك اخوي جمال، تستاهل كل خير. الله يبارك فيك، ان شاء الله قصرت في شيء ولا شيء. لا بالعكس ما قصرت، رايتك بيضة. مبروك تستاهل كل خير. بس بغيت اذكرك ترى موعدنا باكر ان شاء الله. باكر ان شاء الله موعدنا في مكتب رئيس مجلس الاداره عشان موضوع التكريم. اذا الله راد ان شاء الله. باكر الرئيس شخصيا ان شاء الله بيسلمك الدرع والشهاده ان شاء الله. على خير بالبركه بالبركه. الله يبارك فيكم. بس ارجوك الله يخليك، رجاء يعني ارجوك ثم ارجوك لا تتاخر، لان احتمال الصحافه يجون باكر. لا ان شاء الله ما بتاخر. لا عشان الصوره التذكاريه ان شاء الله. نعم استاذ نعم. تعال بيبا نصور صورة جماعية. تعال بركة. ان شاء الله ثواني ان شاء الله. اخوي جمال لا تنسى الله يخليك لا تتاخر. ان شاء الله. هاي الصورة اللي بنعتمدها بتنزل ان شاء الله. على خير ان شاء الله بالبركة على خير. مبروك يا اخوان. انجاز. بعد صورة ثانية بعد، لأنه ما بتسلم السم خالد. الو هدى. لا ما اشوف حد يا اظني انا يا مو وقت. ايه بترياهم. يلا ان شاء الله خير. يلا مع السلامه.
تفضل. استاذ نعم. انا عندي موعد مع رئيس مجلس الاداره. 4 بدا يصير اجتماع في ميتينج. انزين مستر جمعه مايا؟ مستر جمعه في اجازه. انت شو في نام؟ انا جمال سلطان. جمال سلطان. تعال في سامة مشان انت. مبروك.